لو علم الواحد منا ما لأمه عليه من فضل ما تردد لحظة عن برها وطاعتها. تلك هي الأم. لك أن تتصور كيف عانت تلك الشهور الطويلة المديدة، فلا تستطيع نوما ولا قياما ولا أكلا ولا شربا. كم عانت في أمراضها وآلامها، كم تألمت، لم تستطع حتى أن تنام ليلها، لم ترتاح لحظة واحدة. إنها 9 شهور حملته أمه وهنا على وهن. أما ولادة ابنها فهي بلاء وكرب وهم ليس بعده هم. حملته أمه كرها ووضعته كرها. بل إن بعض الأمهات يمتن في لحظة الولادة. كم صاحت، كم بكت، كم تألمت. كل هذا في سبيل ماذا؟ في سبيل أن ترى ذلك الطفل الرضيع، تراه بدمه ملطخا، فتنسى كل همها، فتنسى كل آلامها بمجرد أن تحتضن ذلك الطفل الملوث بدمائه. هو أغلى ما تملكه في هذه الدنيا. تعيش من أجله، بل ربما ماتت من أجل ولدها. يقول أحد رجال الأطفاء، يقول: أتانا بلاغ عن شقة قد احترقت. يقول: فتحنا الباب وكان مغلقا كسرناه. يقول: وإذا الشقة تحترق، أطفأنا الشقة كلها. يقول: اكتشفنا فيها 4 جثث، أم و3 من أطفالها. احتبسوا في تلك الشقة، لم يستطيعوا الهرب منها. يقول رجل الإطفاء: الغريب أنني وجدت الأم تحتضن الأطفال ال3 في حضنها، قد غطتهم، رضيت أن تلتهمها النيران وأن تشوي النيران ظهرها وجسدها، ولا تتحرك شبرا واحدا عن أولادها. إنها الأم. مهما تكلمنا، مهما قلنا، فإن فضل الأم أكبر بكثير مما نتصور. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. لا يفوتنك الزمن فتندم يا عبد الله. يقول أحد التجار، يقول وقد أغناه الله جل وعلا، ذهب مع صاحبه إلى قرية قديمة. شوفوا القصة الآن، والقصة حقيقية. ذهب مع صاحبه التاجر إلى قرية قديمة، فجاء إلى بيت قديم، فقال لصاحبه: أتعرف ما هذا البيت؟ قال: لا أدري. قال: إنه بيتنا القديم. كم فيه من ذكريات، كم فيه من لحظات أتمنى عودتها. قال: مع من كنت تعيش هنا؟ قال: أنا كنت يتيما، وكنت أعيش وحيدا مع أمي التي ربتني. كنا فقراء. أمي تصنع حاجيات، تغزل بعض الأنسجة، تبيع بعض الأقمشة، تتكسب فتطعمني مما تتكسب من صنع يدها، حتى أغناني الله عز وجل. يقول: ولا أنسى تلك الليلة، ذهبت في صبيحتها إلى المدرسة وكان البرد قارسا وكنا فقراء. يقول: فرأيت الطلاب في المدرسة يلبسون قفازات يحمون أصابعهم وأياديهم، أما أنا ما كنت ألبس هذا القفاز. فلما رجعت إلى البيت قلت لأمي: يا أمي، لن أذهب إلى المدرسة إلا بقفاز، قتلني البرد، لا أستطيع الذهاب للمدرسة وكل أصحابي يلبسون القفازات إلا أنا. أما الأم فقالت: يا بني، والله لا أملك شيئا أشتري به لك قفازا. يقول: بكيت، قلت: ليس الأمر يعنيني، أريد قفازا، أريد قفازا، وأخذت أبكي طوال الليل حتى نمت. يقول: واستيقظت في تلك الليلة الباردة في منتصف الليل بل أواخره. يقول: فإذا السراج في البيت قد أشعل والضوء قد أنير في البيت وأنا صبي صغير. يقول: استيقظت من نومي فوجدت أمي لم تنم ليلتها كلها. تعرفون لمن؟ طوال الليل جمعت بعض الأقمشة وأخذت تغزل لولدها نسيجا وتصنع له قفازا بنفسها. ما عندها ما تشتري به،
لكنها صنعته له طوال الليل. يقول نظرت إلى أمي تبكي، لما تبكي لا أدري، هل هو البرد؟ هل هو السهر؟ هل هو على حالي؟ لا أدري. يقول لكنني عدت ونمت. يقول فلما استيقظت في الصباح وجدت أمي فرحة مسرورة، قالت أبشرك. قلت بما؟ قالت صنعت لك قفازا. يقول أخذت القفاز وذهبت إلى المدرسة وأنا فرحان ألبس القفاز كغيري من الطلاب، لا أدري إلا بعدما كبرت أن أمي كانت لا تنام الليل فقط حتى تضع البسمة على وجهي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والله إن الأمة لو خيرت بين حياتها وحياة أحد أطفالها لاختارت بلا تردد أن يؤخذ القلب منها إلى جنينها، إلى طفلها. خذوا دمي، خذوا قلبي، خذوا عقلي، خذوا عيني، خذوا كل ما أملك في هذه الدنيا فقط حتى يعيش ابني أحلى حياة.